في التسعينات كانت فكرة بناء متحف يجمع كل كنوز مصر في مكان واحد مجرد حلم، لكن فنان مصري شاف الحلم ده بعين الفن قبل الواقع. فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق كان هو العقل اللي أطلق فكرة المتحف المصري الكبير سنة 1992، وقال وقتها إن العالم محتاج يشوف حضارة مصر في إطار يليق بعظمتها. بدأ التخطيط سنة 1999 واتخصصت الأرض على هضبة الجيزة، وفي 2002 تم وضع حجر الأساس رسميا ليتحول الحلم اللي بدأ من ريشة فنان لمشروع أثري هو الأضخم في العالم. حسني كان شايف المتحف مش مجرد مبنى بل جسر حضاري بين الماضي والمستقبل، وبيجمع أكتر من 100,000 قطعة أثرية من كل عصور مصر من ما قبل التاريخ لحد العصر اليوناني الروماني. وبعد سنين طويلة من التصميمات والترميم والدعم الدولي، النهاردة بقى المتحف المصري الكبير رمز للعزيمة المصرية اللي بتجمع بين الفن والهندسة والتاريخ.